عارف لما تكون شغال في همجية مطلقة، يعني ايه همجية مطلقة؟ يعني بدون جدول ولا بدون تخطيط ولا أي حاجة. هيوصل بيك الوضع لفين؟ هيوصل بيك الوضع للحضيض. يعني هتلاقي نفسك في زي كل الناس لو انت مش مرتب أمور. ده اللي حصل في الأيام الأخيرة بعد ما طلع ترند بنظام غذائي ليس مدروس ولا عليه أي دلائل علمية ولا حقائق، وهبدنا ومشينا في هذا الموضوع. وبعدين طلع ترند جديد بقى، نفس الحوار ليس عليه أي دلائل ولا براهين، إن الست مفروض رجليها تبقى فوق وراسها تبقى تحت 4 ساعات في اليوم. تصوروا، راسها تبقى تحت ورجليها تبقى فوق 4 ساعات في اليوم. ده ليه؟ لأننا يعني عملنا ترند من لا شيء، من الهبد، فبدأت تهبد عشان خاطر تركب هذا الترند. والكلام ده مش محتاج مناقشة علمية لأنه كلام تافه، ولكن وجب التنبيه. قلنا إن الشخص الكبير بيتنفس بالرئة، الشخص الصغير الطفل الجنين ده بيتنفس برئة أمه، يعني بيوصل له الدم وأكسج جاهز. فأنا لما أخلي الرئة مضغوط عليها بالبطن ممكن يحصل أسفكسيا ونحصل نقص أكسجين للسيدة الكبيرة، لكن الطفل أصلا رئته مش شغالة، فلما يقعد في هذا الوضع مش هيجرى له حاجة. ولكن هبل في هبل، يعني حاجات غريبة بنسمعها كل يوم. ليه؟ لتخلينا عن الثوابت والدلائل والبراهين العلمية. بدينا نتكلم كل واحد بمزاجه يطلع يقول لنا أي حاجة ونصدقها وخلاص. فيا جماعة استقيموا رحمكم الله. صحتك أغلى حاجة تملكها في حياتك، اوعى تسلمها لواحد بيهبد هبدة ويطير. والسلام عليكم.